تعالي بقى هاقول لِك إزاي ننضّف البوتاجاز ده إزاي بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، وطبعًا زي ما أنتم شايفين كمية الاتساخ اللي عليه، أنا ما حبيتش أعمل أي حاجة، قُلت هنعمل كل حاجة كده مع بعض، وشايفين بقى ده كده بعد ما أنا غسلته، طبعًا حاجة كده بقى فوق التحفة بشوية. يلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. هننضف بقى البوتاجاز ده ازاي وكمية الاتساخ اللي عليه ديت هقولك ازاي يا حبيبة قلبي. بس قبل أي حاجة كده لو انت لسه جديدة معايا في القناة يا ريت فضلا وليس أمرا تنزلي كده تعملي اشتراك وتنوري في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودك معايا في القناة. واللي لسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك. ويلا بينا نسمي الله كده ونشوف هنعمل البوتاجاز ده ازاي النهارده، وهنحش كمية الاتساخ ديت يعني هنحوش بالسكينة ولا بالمعلقة ولا هنعمل ايه ولا أي حاجة من دي خالص. يلا بينا كده كله ينزل يحط اللايك اللي لسه محطش اللايك ونشوف هنعمله ازاي. أول حاجة كده زي ما انتم شايفين أنا جبت كده كربوناتو اللي هي بتاعة الطعمية، بتيجي من عند العطار أو ما بتيجي من عند العطار أو ما عندكيش بقى كربوناتو، كيس بيكنج بودر، وتقوم ماسكاه رشه بقى على اي الاتساخات كده اللي على البوتاجاز كلها زي ما انتم شايفين، زي ما انا رشيتها كده في الاول. وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين كبار خل او كوبايه خل، طبعا حسب ما هتحتاج على البوتاجاز بتاعك وكميه الاتساخ اللي عليه. بس كده طيب، لا لسه حاجه كمان، هنسخن بقى كده كنكه على النار او عندك ميه في الكاتل سخنه مولعه كده، وهنزل بقى على كل حته كده فيها دهون. طبعًا بقى المَيّة السخنة مع الكربونات ومع الخل مع الليمون مع شوية بقى صابون سايل كده، هيحوش بقى كل الاتساخات اللي على البوتاجاز، وزي ما أنتم شفتوا كده معايا في أول الفيديو، طبعًا ولا في أحلى من كده بقى. خلاص حطيت كل بقى المكونات بتاعتي على البوتاجاز، وهاسيبه بقى إيه قيمة ساعة كده والّا نُص ساعة لغاية ما المَيّة تهدى كده وإيدي تستحملها. وبعد كده هاجيب بقى سلكة كده أو فرشة كده، وهامسك بقى إيه كل اللي على البوتاجاز هاشيله زي ما انتم شايفين بالشكل دوّة كده، والحتت بقى اللي هي جامدة ديّة هامسك بقى كده بالمعلقة وإن أنا إيه أحاول أحوشها كده زي ما انتم شايفين. أنا كده باحط المَيّة السخنة أهيّة على على الحتت اللي ما طلعهاش مَيّة سخنة، وبرضه بالمَيّة السخنة ديّة مسكت الإزاز بتاع البوتاجاز برضه، ما شاء الله مشيت إيدي عليه طلع كله فُلّة كده. والوصفة ديّة مش هتحتاج بقى إن أنتِ تدعكي ولا بسلك ولا إن أنتِ تعملي بمعلقة ولا سكينة ولا أي حاجة من دي، مجرد ما هتمشّي إيدِك عليها زي ما أنتم شايفين كده البوتاجاز عامل إزاي، هتمشّي إيدِك كده بالسلك أو السفنجة هتطلع كل حاجة معاكِ. وطبعًا بقى أمّا السلكة بتتسخ كده بارميها وأجيب سلكة تانية نضيفة علشان ألمّع بقى البوتاجاز بتاعي زي ما أنتم شايفينه كده معايا أهوّة. وطبعًا الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة. أنا حبيت بقى أسيب البوتاجاز لمّا يبقى في كمية اتساخ كتير علشان أعرّفِك إن الوصفة دي جميلة جدًا ويا ريت الكل يجرّبها. هي إيه بقى حطينا إيه بقى، أول حاجة جبت كده رشيت كربوناتو اللي هو بيتباع عند العطار اللي هو بتاع الطعمية، وبعد كده حطيت عليه خل وليمون، نزلت عليه بالخل والليمون والمسحوق اللي هو البريل اللي هو السايل، ومسكت بقى كده دعكته كله كده بالبوتاجاز وسِبته برضه قيمة نُص ساعة لساعة. وبعد كده زي ما أنتم شايفين بقى النتيجة اللي هنوصل لها دلوقتي. تابع معايا الفيديو للآخر وأنت هتستفاد إن شاء الله بمعلومات بسيطة وجميلة، واخدين بالكم؟ طبعًا بقى لو أنت وصلت معايا لغاية دلوقتي كده ولسه ما حطيتش اللايك انزلي بقى حطي لي اللايك كده واعملي اشتراك ونوريني في قناتي، هاكون سعيدة جدًا بوجودكم معايا في القناة. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي من داخل مصر وبرا مصر على وجودهم معايا في القناة. وانزلوا بقى قولوا لي في الكومنتات ان كانت الوصفة بتاعتي حلوة ملح ولا لأ. الليمون بقى دوت برضه بتحطيه بينضف معاكي. طب دلوقتي ملح الليمون مش موجود عندي ولا الكربوناتو ولا اي مشكلة خالص، انزلي عليه بكيس بيكنج بودر، او لو كانت كمية الاتساخ عالية انزلي عليه بكيسين ورشهم كده على كل الحتت اللي فيها اتساخات، وانزلي عليهم بقى بالخل والليمون. بصراحة هيطلع معاكي زي الفل زي ما انتم شايفين كده. طبعا الوصفة دي جبارة وتنفع معاكي للحيطان وللشبابيك ولكل حاجة وملهاش اي اضرار خالص.
طبعا بقى احنا كل يوم نقعد نغسل بقى ونجيب مساحيق وبتاع، لا طب وليه؟ شايفين اللمعة اللي في البوتاجاز وطبعا لسه ما شطفتوش، طب انا اجيب ليه واعمل ليه؟ وحتى عندي يعني في اقل من دقيقتين اكون مخلصة البوتاجاز ويرجع معايا في الاخر شمعة منورة. طبعا بقى يا حبيبتي لو وصلت معايا لغايه دلوقتي كده ولسه ما حطيتش اللايك، انزلوا حطوا لي لايك وكومنت حلو كده من ايديكم تشجعوني، وربنا يخليكم ليا في حياتي، نعمة في حياتي يا رب. واحب اشكر كل اخواتي كده وحبايبي من داخل مصر وبره مصر على وجودكم معايا في القناه، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. زي ما انتم شايفين اهوت، اللي بمشي السلكه بقى كده على البوتاجاز بنضف معايا بكل سهوله خالص، ومكوناتنا سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. والله انا ما جبت منظفات ولا اي حاجه اكتر ما بقول لكم كده على الوصفه الحلوه دي، اللي هو خل وكربوناته، ما عندكيش كربوناته بيكنج بودر، بعد كده ليمونه وبريل وميه سخنه، وسيبها بقى قيمه نص ساعه كده، هيطلع معاكي بالشكل اللي احنا شفناه دوت. حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك يا رب، تحفه. طبعا بقى شوفي لو انت هتغسليه مثلا بمنظفات او حاجه، شوفي هتجيبي قد ايه وهتعملي ازاي وكده. لا خلاص احنا كده بحاجات بسيطه، وجبت ميه كده اهوت ونزلت عليها رش كده، يعني هشطفها اهوت بالميه. وبعد كده غسلت بقى الازاز من فوق، وغسلت البوتاجاز من تحت كده والمفاتيح والازاز بتاعه من بره، ومسكت بقى الميه كده ورشيتها عليه. يعني بسم الله ما شاء الله كان الشكل النهائي تحفة. يا رب النهاردة الفكرة تكون عجبتكم، وانا اللي سبت البوتاجاز يبقى بالشكل دوت عشان اوريك النتائج بتاعة الوصفة. ما شاء الله تحفة، شايفين بقى عامل ازاي؟ مفيش بقى احلى من كده. طبعا بقى اللي لسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك وشجعوني كده علشان نعمل فيديوهات تانية كتير احلى واحلى، والافكار حلوة برضو كده تشجعنا. ويا ريت يا جماعة كل كده يدعي لجمهورية أحمد وأمل إن ربنا يفك كربهم ويخرجهم منها على خير يا رب. طبعا أما يكون لنا حد في ضيقة ندعيله كده بفك الكرب كده والهم، وربنا يقف معاه كده إن شاء الله. ويدعوله كده كل اخواتنا وحبايبنا من داخل مصر وبره مصر اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي، يدعوله كده ان ربنا يفك الكرب خلاص. وهو بعد هو يوم الاربع له جلسة ان شاء الله، الجلسة ديت تكون وش السعد عليه والخير، ويكون يطلع لو حتى بكفالة علشان خاطر امه وابوه، وهم ملهمش الا هو، وربنا يخلي لهم يا رب وما يحرمهم منه. طبعا الضنا غالي، وطبعا فالكل كده يصلي على النبي بنية فك الكرب، ربنا يفك كربهم يا رب.